مساء الخير، مساء الانوار، مساءكم سعيد. طيب واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم راح نطلع لكم بهذه التحليه اللي تجي بزاف بزاف بنينه. خبيوا الوصفه، اكيد راح تحتاجوها. تقدروا تقدموها بطريقتين. مهم هي صح فيها بزاف مراحل، انا حاولت اني نبسطها لكم ونقص لكم يعني في طريقه التقديم. تقدروا تقدموها هكا ولا هكا. نحتاجو في الوصفه تاعنا ايجاس يكون الحجم تاعو ما هو كبير ما هو صغير، ولازم يكون عنده هذاك التيج تاعو، لانه كي نقدموه راح يجي يعطي منظر هكا باهي. راح نقشرهم هكا بالقشره عادي. ندير لهم عصره تاع القارص كيما على بالكم، الايجاس، التفاح، هذو كل يتاكسدوا يتبدل لونهم للاسود باش يبقى اللون تاعهم ابيض، وما ديرش فيهم هذيك الكحوليه. نحكهم هكا حكه خفيفه بالقارص، وفي نفس الوقت كنت عصرت قارص يعني في الماء ودرت طرونش هكا وخليتهم. بين ما رحت وجدت لهنا الشربات تاعي. بالنسبه للشربات درت كيلة تاع سكر مع كيلة تاع ماء. بين ما تغلي نحط هذوك الحبيبات تاع الايجاس ونخليهم حتى يطيبوا. طياب ما تخليهمش حتى كيما نقولوا يروحوا فيها طول، يقعدوا حاكمين رواحهم مي طياب داخلهم حتى لداخل، ليسونسيال الشكل تاعهم ما يتبدلش. نروحوا دوكا المرحله الاولى، ولا الاول حاجه مهم توجدوا الاجاصات تاعكم تخليهم يبردوا في غرضهم. ونروحوا هنا نوجدوا لا كريم باتيسير العاديه الكلاسيكيه. نحتاجوا فيها زوج صفار بيض. درت فيها 50 غرام تاع سكر، انا درت سكر اسمر. درت فيها كيس تاع لافاني، 35 غرام تاع نشا. ونحتاجو 250 ملي نتاع الحليب انا ضفت كميه لهنا باش يسهل لي هكا الخلط بارد في بارد. والكميه اللي بقات كنت سخنتها، ومن بعد ما سخنتها كنت ضفتها على هذا الخليط، عاود رديته في الكاسرونه. لهنا راح لي المقطع. المهم الخليط بعد ما خلطته كامل يعني على بعضه، رديته في الكاسرونه ونقعد نخلط حتى يثقال. كما يعني نخدموا لا كريم باتيسير تاعنا عادي حتى نتثقل مليح ونتحصلوا على كريمه. الكريمه هذه ثاني نتوما تحكموا فيها، اذا بغيتوها عاقده بزاف طولوا فوق النار، اذا بغيتوها شوي خفيفه تقدروا تهزوها قبل ما يعني تجمد طول. كما على بالكم النشا يثقل الحاله مع يثقل الكريمه مع النار يعني. لهنا زدت لها 50 غرام ولا ملعقه تاع اكل زبده. نعاود نخلط. شوفوا القوام تاعها يجي املس، تجي هايله بزاف. اللي حبت تكتفي لهنا وتحبس في هذه المرحله، هذاك هو. اللي ما حبتش تغطيها بفيلم اليمونتير وتحطيها في الثلاجه اقل حاجه مده 4 ساعات، لانه بعدها راح نعاود ندير لها كريمه الشونتي. انا نحس المذاق تاعها احسن واحسن، وما يغطي للذوق تاع البيض. انا كريم باتيسير صراحه ما نحبهاش من ريحه البيض تاعها، مالغري واحد يدير فيها لافاني باش يعطرها، مي ما عمباليش انا نقوتي يعني البيض عليها. نحب انه نزيد لها كريمه او بودره الشونتي. لهنا بعد ما بردت 4 سوايع اقل حاجه، لازم 4 سوايع. من الاحسن تحطوها في الثلاجه عادي يعني باش ما تجمد لكمش بزاف. كي تجيو تطلعوها راح يعني تجيكم ثقيله. زدت هنايا كيس تاع كريمه او بودره الشونتي ما يعادل 51 حتى 50 غرام تاع بودره الشونتي. طلعتها بالباتور ونكونوا تحصلنا على الكريمه تاعنا، ولا وجدت معنا نديروها في بوش ونخليوها جانبا بين ما نروحوا نكملوا المراحل الاخرى. فالمرحله هذه راح نخدموا النوغاتين واش نحتاجوا كميه تاع السكر نصفها لوز افيلي اي مقدار تحبوه. انا لهنا درت 120 غرام تاع سكر، خليط ما بين سكر اسمر وابيض، ودرت 60 غرام تاع لوز افيلي خليته يتحمر في المقله عادي. وجبت هنا مقله شوي قديمه باش نخدم واش اسمها، المهم باش نذوب السكر. قلت لكم درت 120 غرام. لازم تخليوه يذوب هكا تلقائيا يعني وحده بلا ما تخلطوا حتى يذوب كامل ويرجع سائل. ومن بعد نحيو هذوك الجوانب باش يجي كل متجانس. لهنا في هذه المرحله نزيدوا له عصره تاع ليمون ولا تاع القارص ما يعادل 1 الملعقه هكاك. شوفوا كان تحسوا شغل كراميل، يجي لونه هكا افتح ويجي هاي بزاف يعني يطلق روحه. ومباشره نزيدوا اللوز افيلي اللي هو 60 غرام. انا درت 120 غرام سكر وقابلتها ب 60 غرام لوز افيلي يكون سخون محمص باش يجانس لكم ليه يعني ما تبرد لكمش الكراميل تاعكم.
وهكاك وهي سخونه نفرغوها مباشره فوق طابي تاع سيليكون. من الاحسن طابي تاع سيليكون انا لهنا فرغتها في هذا المول تاع الجينواز، ولا ديروها فوق ورق الزبده. بصح هو باش يعطيك نتيجه خير ديري سيليكون. وعاودت قفلته لهنا بورق الزبده، ما كانش عندي درت هذا الورق وحليته بالقنوط ولا بالحلال. المهم كي نحيتو يلصق لكم شويه في ورق الزبده مش كيما في السيليكون. اللي هنا كنت طبعته هكاك وهو دافي بهذا الكيسان، لانه راح نقدم هذا التحليه في هذا الكيسان. درت هذا اللوتور وليت قصيته هكا بالموس لهنا وهي دافيه. لو كان تبرد لكم راهي تتكسر، يعني ما كان لا ديروا هذه الخطوه وهي بارده، لازم هكاك سخونه. قصيتها بالدوائر اللي يجيو قلت لكم قيس تاع الكاس، وحاولت اني نثقبهم في المنتصف. في المنتصف الثاني سخنوا برك الراس تاع السكين ولا المطارق هذوك تاع الشوا تاع الحديد، تتحصلوا على ثقوب كيما كي يكونوا سخونين يثقبوا لكم عادي. الكميه اللي بقات لي فتتها هكاك بيدي ودرتها في الاشواخ، رحيتها. الرحيه ما ترحيوهاش بودره طول، ديروها شويه تكون خشينه. وكي تعودوا تعبطوا يعني على الاشواخ تاعكم غير بشوي بشوي، ماشي على فرد رحوه باش ما ترجع لكمش غبره. نروحوا لهنا المرحله الاخيره، هي هذه الطبقه الاولى اللي حنحتاجوا فيها كيله تاع فويتين وكيله تاع نوغاتين مرحيه، وحنلموها بالشيكولا البيضاء. البنات اللي هنا ما تخيلوهاش بلي حتجيكم بزاف حلوه. صح النوغاتين هي حلوه مي كي تلموها مع الفايتين وتلميوها بالشيكولا يعني ما تبانش الحلاوه تاعها بزاف. وزيد بزياده تقدروا تبدلوا الشيكولا البيضاء بشيكولا نوار ولا غاناش تاع شوكولا بالحليب كيما حبيتوا. دوكا نروحوا المونتاج تاع الحلوه ولا التحليه تاعنا. لهنا اول طبقه نديروا هذه الطبقه المقرمشه اللي هي تاع نوغاتين مرحيه مع الفايتين والشيكولا، ومن بعدها نديروا الكريمه تاعنا. نديرو يعني كميه مليحه باسك الكريمه ما جاتش حلوه، يعني المذاق تاعها معتدل. من بعدها نحطوا الاجاصه تاعنا بعد ما كانت بردت، وفي هذاك التيج تاعها نوليو ندخلوه داخل الشريحه ولا الدائره تاع النوغاتين اللي ثقبناها في المنتصف بهذه الكيفيه. وقبل ما ندخلوها اكيد انا كنت وجدت لهنا غاناش شوكولا نوار. درت كميه من الشيكولا ذوبتها في حمام مائي وزدت لها نفس الكميه تاع الكريمه السائله. تقدروا تعوضوها بالتوبينغ جاهز بذوق الشيكولا. المهم الكأس الثاني هذا نفس الطريقه، درت طبقه مقرمشه من تحت، درت الكريمه ومن بعد حطيت الاجاصه، سقيتها بالغناش ولا بالطوبين كما حبيتوا، ودرت لها الديكور تاعها. اما التقديم الثاني تقدروا ديروا طبقه المقرمشه ولا تستغنوا عليها نهائيا، ديروا الكريمه تاعكم، تحطوا الاجاصه وتزيدوا فوقها الغناش وتزينوها باللوز إفيلي. ويكون هذا هو التقديم، سريع بسيط سهل وفي نفس الوقت بنين بزاف. ولهنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. نتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوا الوصفه وتخليوا لي في التعليقات ارائكم لانها بزاف تهمني. نبقى لي غنقول لكم تهلاو في رواحكم وتلقاو في فيديوهات لاحقه ان شاء الله بافكار جديده. سلام.